الثلاث مراحل دول كل مرحله فيها ليد بروفايل مخفي بيدي اضاءه بالليل، زرع بالكامل، وفي اضاءات طبعا اسسنا لها اضاءات على جانب الصيف والكلام ده، فيبقى القعده فيها هتبقى كويسه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي للتشطيبات. احنا في موقع جديد في جولدن جيتس في المقطم. انا دلوقتي في الروف ده ما يعني هنعمل فيه تحفه فنيه، حابب برضو اشارككم فيها مرحله مرحله. اول مرحله عملناها في الروف هي الشلال بتاع الروف. الشلال ده عباره عن ايه؟ عباره عن حوض خاص بالشلال زي ما انتم شايفين، وعباره عن وحده تحكم خاصه بها الموتور، بياخد الميه من الحوض وبيخليها تطلع في الشلال. زي ما انتم شايفين الشلال هنا عباره عن 3 مراحل، واخد سلم هرمي. 3 مراحل دول كل مرحله فيها ليد بروفايل مخفي بيدي اضاءه بالليل. فلك ان تتخيل ان هنا هيكون في شلال وفي اضاءه خلفيه في القعده، بتبقى حاجه جميله جدا. الروف ده بالكامل لو بصيت معايا كده، الروف ده بالكامل احنا عاملين الجنب اليمين عباره عن حوض، هيبقى حوض بالكامل عباره عن زرع بالكامل، وفي اضاءات طبعا اسسنا لها اضاءات على جانب السور، تمام. وهنا الروف ده بالكامل هيبقى عباره عن 2 برجوله هنا فيها قاعده، وبرجوله هنا فيها قاعده، كل واحده طبعا علشان خاطر الصيف والكلام ده، فيبقى القعده فيها هتبقى كويسه ان شاء الله. فاحنا ان شاء الله باذن الله مرحله مرحله احنا شغالين مع بعض في الروف ده، هيبقى فيه شغل عالي واحنا شغالين فيه ان شاء الله. هنشارككم مرحله مرحله، كل شيء بيتم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.